تعرف إنك ممكن تكون متوتر طول الوقت بسبب الموبايل بس؟ الموضوع مش مجرد تضييع وقت زي ما الناس فاكرة. الموبايل ممكن يخلي جهازك العصبي في حالة استنفار مستمر. كل النوتيفيكيشنز أو الإشعارات وكل السكرول السريع بيخلي مخك يدخل في حالة ترقب طول الوقت. يعني حتى وانت قاعد ترتاح مخك مش مرتاح فعلا. فاكرين لما اتكلمنا عن تعفن الدماغ وإن مخك يبقى متعود على التحفيز السريع طول الوقت؟ الموضوع مش تركيز وبس، ده ممكن يدخل جسمك كله في حالة توتر مزمن. والأسوأ إن التوتر المزمن هيخليك تستخدم الموبايل أكتر كوسيلة للهروب أو علشان تهدي نفسك. لكن مع الوقت ده هيتحول لاعتماد نفسي وندخل في دوامة إدمان السوشيال ميديا. دايرة مقفولة من توتر لموبايل لراحة مؤقتة لتوتر أكتر. وفي نقطة ناس كتير ما تعرفهاش، إن التنقل السريع بين الفيديوهات والمعلومات بيرفع حاجة اسمها الكوجنيتيف لود، يعني مخك بيستهلك طاقة طول الوقت حتى من غير ما تبذل مجهود حقيقي. كمان استخدام الموبايل بالليل خصوصا قبل النوم مشكلة كبيرة، لأن الضوء الأزرق بتاعه هيأخر إفراز الميلاتونين، فالنوم العميق يقل، وده يرفع الكورتيزول ويخلي جسمك مشدود ومتوتر أكتر اليوم اللي بعده. علشان كده الاستخدام المفرط للموبايل ارتبط في أبحاث حديثة بقلق أكتر، اكتئاب أكتر، وتركيز أقل. طيب إيه الحل؟ جرب تعمل 3 حاجات بس. اقفل التنبيهات اللي مش مهمة، وابعد عن الموبايل قبل النوم بساعة على الأقل، وخد فترات هدوء حقيقية لمخك. أحيانا جسمك مش محتاج ستيميوليشن أو استثارة أكتر، هو محتاج أمان وهدوء. وتابعوا معانا سلسلة التوتر المزمن علشان نعرف العلاج. دمتم بصحة وراحة بال دايما يا رب.